لماذا لم يحرف القرآن كباقي الكتب السماوية؟ هذا السؤال استحضر لدي قصة حدثت في زمن المأمون خليفة الدولة العباسية. جلس المأمون مع جمع له من الناس، ودخل عليهم رجل يهودي وكان حسين اللباس وحسين المظهر. جلس، فلما تحدث المأمون شارك ذلك اليهودي فعرفه المأمون فقال: أأنت يهودي؟ فقال: نعم، ولكن لا تفضحني. قال له المأمون: أرأيت لو أسلمت وأعطيتك وأجزلت في العطاء؟ فقال ورد عليه: أنا لا أستطيع أن أترك دين آبائي وأجدادي. تركه المأمون فمر ذلك اليهودي وذهب. مرت سنة وعاد ذلك اليهودي، ولكن هنا كانت المفاجأة، أنه عاد بكلام جميل وبعلم واسع. تكلم وأحسن في الكلام وقال من القرآن وأبدع في القول. تفاجأ كل من في ذلك المجلس ومن بينهم المأمون، فسأله متعجبا: لماذا عدت؟ ألم أدعوك قبل سنة من الآن ورفضت؟ قال: بعد أن ذهبت من عندك بدأت في كتابة 3 نسخ من التوراة، وأنقصت فيها ما أنقصت وزدت فيها ما زدت. ذهبت بها إلى المبيع فبعتها كاملة، ولم يعرف أحدا ما الأخطاء التي فيها. وبعدها كتبت 3 نسخ من الإنجيل وذهبت بها إلى الكنيسة وبعتها، ولم يلاحظ منها شيء. لكن عند انتهائي من كتابة القرآن ذهبت بها إلى السوق من أجل بيعها. عرضتها على القراء وعرضتها على الوراقين، ولكن عندما قرأوها رموا بها في وجهي وقالوا: ما هذا بالقرآن؟ هنا تذكرت آية في كتابكم تقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.